الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع حل تقييم الأسبوع الثاني في اللغة العربية المجموعة ألف. وفي لحظات انهار خط بارليف الذي طالما تفاخر به العدو، ومع أول ضربة جوية انطلقت نسور مصر تقصف مطارات العدو وتدمر مراكز القيادة. كانت ساعة النصر تدق والأبطال يسجلون ملاحمهم فوق الرمال وفي عمق المتاريس. أكمل ما مرادف تقصف. تقصف يعني تضرب وتهدم. مضاد عمق يعني ظاهر أو سطح. مفرد ملاحم ملحمة، مفردها ملحمة. ما مظاهر ثقة العدو في قوة خط بارليف؟ اعتبروه مانعا لا يقهر. مانعا لا يقهر. تأثير الضربات الجوية للنسور الجو. طبعا قصفت مطارات العدو ودمرت مركز القيادة. هنا دمرت مركز القيادة، دمرت مركز القيادة ومطارات العدو بعد كده ما الجو العام في الفقرة؟ طبعا الجو العام هو جو فخر وجو اعتزاز بتحقيق النصر. ما الكلمات التي ساعدت على ذلك؟ انهار خط بارليف بالكلمات. تاني الضربة الجوية. كمان النصر إلى غير ذلك. بيقول لك هنا أقبل المصريون على سيناء وقاموا فخورين بتعمير هذه الأرض المباركة التي سالت فوقها دماء أبنائهم من المحاربين، حيث تحولت الصحراء إلى جنة خضراء. أقبل طبعا فعل ماضي، والمصريون فاعل مرفوع بالواو. قاموا فخورين. كيف قاموا؟ إجابة عن سؤال كيف يبقى دي حال منصوبة بالياء. بعد كده فوقها دماء هنا فاعل مرفوع بالضم. إلى جنة خضراء اسم مجرور بالكسرة وعلامة جره الكسرة. بعد كده هات من الفقرة 3 أسماء مبنية. عندنا هذه كاسم إشارة مبني، التي اسم موصول مبني، هم ضمير مبني. بعد كده اسما معربا بعلامة فرعية المصريون بالواو، مرفوع بالواو، فعل مرفوع بالواو. عندنا هنا المحاربين طبعا مجرور بالياء فرعية. عندنا كمان الصحراء فاعل مرفوع بالضمة، الضمة دي أصلية، أصلية. وعندنا برضو تعمير، كلمة تعمير هذه تعمير اسم مجرور أصلية. بعد كده هندخل على
المجموعة بقى إن نصر أكتوبر ليس صفحة نطويها ماشي، بل شعلة ننقلها من يد إلى يد ومن قلب إلى قلب ولن نفرط فيها أو نتركها. علينا نحن أبناء الحاضر أن نصون العهد ونبني على أساس النصر مستقبلا يليق بتاريخ الوطن العظيم وانتصاراته الخالدة. فلتفتخر يا بني بجيشك ولتكن على يقين أن الوطن الذي يضحي من أجله الرجال يستحق أن تحميه الأجيال. عندنا هنا نصون معناتها نحافظ، نصون يعني نحمي أو نحافظ. عندنا يقين عكسها شك. مفرد الأجيال الجيل. ما الذي نفاه الكاتب؟ نفى أن يكون نصر أكتوبر صفحة نطويها، ليس صفحة نطويها. نفى أن نصر أكتوبر صفحة نطويها. وما الذي أثبته هو شعلة ننقلها، شعلة ننقلها من يد إلى يد، ننقلها من يد إلى يد. بما ينصح الكاتب شباب مصر أن يفتخروا بمين؟ بجيشه. يفتخروا بمين؟ بجيشه. طيب في نهاية ولنكن على يقين، نفتخر بجيشهم ولنكن على يقين أن الوطن الذي ضحى من أجله الرجال يستحق أن تحميه الأجيال. ما الجو العام؟ الجو العام هو جو الفخر والاعتزاز، برضه الفخر والاعتزاز بالوطن ومين؟ والجيش. طيب الكلمات التي شعرت على ذلك كلمات زي نحمي، زي مستقبلا، وزي نفتخره، وتحميه الأجيال. الآن نجد شبكة الطرق التي بناها المهندسون المصريون تشق مدن مصر وقراها. هذه الشبكة التي تمثل أهم ركائز التنمية في مصرنا الجديدة. طبعا مصرنا الجديدة دي نعت مجرور بالكسر ماشي. عندنا المهندسون طبعا دي الجديدة دي نعت. عندنا كلمة المهندسون دي بفاعل مرفوع بالواو لما مذكر سالم. وعندنا شبكة مفعول، عندنا شبكة مفعول به، شبكة منصوب بالفتحة مفعول به. نجد نحن شبكة، نجد فعل مضارع ونحن فاعل وشبكة مفعول به. هذا من الفقرة 3 أسماء مبنية. عندنا رقم 1 الآن دي ده اسم مبني على الفتحة في محل نصب ظرف. عندنا هذه اسم إشارة مبني على الكسر. التي اسم موصول مبني على السكون. عندنا بقى اسما معربا بعلامة فرعية. عندنا المصريون مرفوع بالواو علامة فرعية، مرفوع بالواو علامة فرعية. شبكة منصوب بالفتحة أصلية، منصوب بالفتحة ايه؟ أصلية. مدن منصوب بالفتحة برضو علامة ايه؟ علامة أصلية، منصوب بالفتحة علامة أصلية. إلى هنا لا لسه فاضل معانا مجموعة رقم ج. لقد جاءت نكسة 1967 كجرح غائر في قلب الأمة، لكنها لم تكن النهاية بل كانت بداية الإرادة لا تعرف الانكسار. فبينما ظن الأعداء أن مصر قد وهن عزمها، كانت أيادي أبنائها تعيد ترتيب الصفوف وتبني جيشا قويا وتعد العدة ليوم الخلاص. أكمل
مرادف غائر يعني عميق. مضاد تبني تهدم. مفرد الصفوف الصف. في الفقرة أثر إيجابي لنكتة 67 إعادة ترتيب الصفوف. وكمان تبني جيشا قويا وتعده ليوم الفصل. ما الذي ظنه الأعداء؟ ظنوا أن مصر قد ضعفت ووهن عزمها وضعف عزمها. ما الجو العام؟ طبعا هو العزم والإصرار على تحقيق النصر على الأعداء. الكلمات عندنا إرادة لا تعرف الانكسار، عندنا جيشا قويا. دي الكلمات التي ساعدت على الوصول لهذه الكلمات، أو ساعدت على الوصول لهذا الجو. القواعد النحوية: هذه هي إرادة المصريين التي أظهرها بناء العاصمة الإدارية الجديدة باتساعها الممتد وأبراجها الشاهقة، حيث تعد أهم مدن الجيل الرابع صديقة البيئة. أول حاجة أظهرها بناء. مين اللي أظهر؟ بناء. يبقى بناء هنا فاعل مرفوع بالضمة. فاعل مرفوع بالضمة، حيث تعد من أهم تعد هي أهم مفعول به منصوب بالفتحة. استخرج 3 أسماء مبنية. عندنا هذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ اللي هي هذه. عندنا هي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ثاني. هي في محل هي مبتدأ ثاني. عندنا التي اسم موصول مبني على السكون. بعد كده اسما معربا بعلامة فرعية. المعرب بعلامة فرعية المصريين. مضاف إليه مجرور بالياء. الساهقة دي علامة أصلية. علامة أصلية. بعد كده علامة أصلية زي الساهقة. وفي كلمات زي صديقة البيئة برضو أصلية. البيئة طبعا صديقة البيئة مضاف بالكسرة أصلية. إلى هنا نكون قد انتهينا من حل التقييم. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.